أهلا بيكم. معاكم أنا شادي الخولي في حلقة جديدة من بودكاست من غير ما نحس. والنهاردة عايز أحكي لكم موقف حصل معايا شخصيا، والموقف ده خلاني أسأل سؤال غريب شوية. هو إحنا ليه بقينا بنبرر الغلط؟ كنت أنا وزوجتي رايحين نشتري حاجة سريعة كده من شارع ما، ودخلت الشارع وركنت العربية جنب الرصيف بالراحة كده زي ما الكتاب بيقول. وفجأة لقيت عربية نص نقل أو دبابة راجعة بظهرها في الشارع، والسواق راجع لورا، وأنا عمال أزمر له وأزمر له وأزمر له، والراجل مكمل. وفي ثانية خبط العربية وكسر الفانوس اللي ورا. فنزلت مستغرب، يا عم إزاي؟ ما شفتش العربية؟ ما سمعتش الكلاكس؟ مش حاسس إن في حد وراك؟ الراجل ساكت ما بيردش عليا. وفجأة طلع واحد من وسط الناس وقال لي: معلش يا باشا، أصله أطرش. إيه؟ أطرش؟ طب وهو سايق إزاي؟ قال لي: معلش يا باشا، بياكل عيش. وساعتها وقفت أفكر، هو إحنا ليه أول ما حد يغلط بنجري نطلع له مبرر؟ مش بنشوف الغلط الأول، بقينا بنشوف العذر الأول. ودي مش أول مرة. تلاقي واحد بيكسر عليك في الطريق السريع مثلا، ولما توقفه يبجح، ويمكن كمان عايز ينزل يتخانق معاك. والناس تقولك: احنا عارفين انه غلطان، بس معلش اصله عنده عيال. يا سيدي ربنا يبارك له في عياله، بس انا كمان عندي عيال وحياة، وعندي ناس راكبة معايا يمكن يكونوا ولادي، وعندي عربية هتتصرف عليها فلوس يا سيدي. ايه علاقة ان عنده عيال انه يكسر عليا الطريق ويخبطني؟ وتلاقي مثلا موظف مهمل يضيع مصالح الناس، فتسمع: معلش اصله مضغوط. وتلاقي واحد وعد بحاجة وخلف وعده، فتسمع: اصله ظروفه صعبة. ولا تلاقي طالب مهمل طول السنة، ويوم النتيجة يقول: الامتحان كان صعب، مع ان الفصل كله نجح. المشكلة ان في فرق كبير بين انك تفهم سبب الغلط وانك تبرر الغلط. انك تفهم السبب عشان تعالج المشكلة دي حاجة كويسة، لكن إنك تستخدم السبب علشان تلغي المسؤولية هنا المشكلة. لأن مع الوقت الغلط بيتحول لحاجة عادية، والغلطان يبدأ يصدق إنه مش غلطان أصلا. وأخطر حاجة في تبرير الغلط إنه بيخلي الغلط يتكرر. وفي نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. في ناس فاكرة إن التسامح مع الغلط معناه إنك تسيب حقك. لأ، في فرق كبير بين إنك تكون إنسان متفهم وبين إنك تتنازل عن حقك. يعني في موقف العربية اللي احنا اتكلمنا عليها مثلا، أنا ممكن أتفهم إن الراجل ظروفه صعبة، وممكن أتفهم إنه بيشتغل علشان يصرف على بيته، لكن ده مش معناه إن أقول خلاص حصل خير. وده طبعا يرجع لتقديرك، لأن ببساطة أنا مش ضامن إن نفس التصرف ده ما يأذيش حد تاني بكرة، ولا ضامن إن المرة اللي جاية تبقى خبطة في عربية، ممكن تبقى خبطة في طفل، ممكن تبقى في أسرة، ممكن تبقى في كارثة. وعلشان كده القانون موجود، مش عشان ننتقم من الناس، لكن عشان نحمي الناس. ولما حد يأذيك أو يرتكب مخالفة أو يتسبب في ضرر، من حقك تاخد الإجراء القانوني، ومن حقك تبلغ الجهات المختصة، مش كراهية فيه ولا تشفيا فيه، لكن حفاظا على حقك وحق غيرك. لأن أوقات كتير الناس بتسمي التهاون طيبة، وهو مش طيبة. الطيبة إنك ما تظلمش حد، لكن كمان ما تسمحش لحد يظلمك. وعمر القانون ما كان ضد الرحمة، لكن الرحمة الحقيقية عمرها ما كانت تبرير للفوضى. لأن الإنسان طول ما هو مقتنع إن عنده مبرر مش هيغير نفسه. طيب، نعمل إيه بقى؟ أول حاجة، نبطل ندور على أعذار قبل ما نعترف بالغلط. عادي جدا أقول أنا غلطت. الجملة دي مش بتقلل منك، بالعكس دي بترفعها. تاني حاجة، نفصل بين الشخص والغلط. أنا ممكن أحب الشخص وأقدره وأتفهم ظروفه، وفي نفس الوقت أقول إنه غلط. وتالت حاجة، لما نغلط بدل ما ندور على مبررات ندور على حلول، لأن الحل بيصلح، إنما التبرير بيكرر المشكلة. وسؤال حلقة النهاردة: إيه أكتر موقف شفته في حياتك والناس كانت بتبرر فيه الغلط بشكل مستفز؟ اكتبولي في التعليقات.
وخلونا نعترف بحاجة مهمة، مش كل غلطة ليها مبرر، ومش كل مبرر يمسح الغلطة. كنت معاكم أنا شادي الخولي في بودكاست من غير ما نحس. استنوني الحلقة اللي جاية. مع السلامة. في حياتنا ألف حكاية، جوا كل قلب ورايا بنشوف اللي بوشين واللي عايشين بمبدئين، مواقف مشاعر وأحاسيس بنقابل كل أنواع النفوس. هنا شادي الخولي هيقول لكم كل اللي بيدور في عقولكم. اسمعوني في بودكاست من غير ما نحس.